من أكل بباطل سيجوع بحق، وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف أو جعله وسيلة باطل لازم ربنا يوريه فيه. من أكل بباطل جاع بحق. افرض انه كل باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه، لا، هو نفسه يقول له اوعى تاكل ده، ايه احسن تعمل لك مش عارف ايه يعني، وتبقى النعمه اللي مجموعه قدامه كده اهو ولا يقدر ياكل منها. وبحق ولا مش بحق؟ تبقى قدامك كده ومالكه، لا لو لم تكن مالكه ما كانتش تبقى فيه نكايه، انما المهم ان تكون مالكه. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ الجوع بحق. خلاص. ومن استغل وسيلة في باطل أراه الله قبحها بحق. أراه الله قبحها. اللي بفتوته وظلم الناس لازم يجي له يبقى يوم ضعيف. ولن يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. طيب ما يقبلش إلا الطيب. يقول لك ده بيحج، ده بيعمل مش عارف ايه، نقول له لا 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 ربنا مش عايز الحكايه دي، ربنا مش عايزك تجي، ده بنى جامع من اللي مش عارف ايه، نقول له يا اخويا ربنا ما احنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. ايوه خد انت مطعم طيب ولا لكش دعوه بالحكايه دي خالص. مفهوم ولا لا؟